شعارنا في الباك تو سكول معاك في حلمك، وعلشان ما يبقاش مجرد شعار اخترنا نماذج قدرت تحقق حلمها. تعال نشوف ازاي قدروا يحققوا حلمهم. الحمد لله كله تمام الحمد لله. احنا الكابتن بتاعك معاك في حلمك ده بوكس اسمه حلمك في البوكس. نتعرف عليك من خلال البوكس. حلو يلا بينا. اول حاجه بطاقه التعريف، انا اسمي سيف عيسى، لاعب منتخب مصر التايكوندو، وحاصل على برونزيه اولمبياد طوكيو وبرونزيه اولمبياد طوكيو 2020 وبرونزيه اولمبياد الناشئين 2014. الحمد لله انا مصنف رقم 1 على العالم. الدراسه والرياضه، انا خلصت دراسه الحمد لله، اتخرجت من كنت بدرس اداره اعمال وتكنولوجيا في الاكاديميه العربيه، الحمد لله اتخرجت بتقدير جيد جدا، وحاليا انا شغلتي الاساسيه هي لاعب منتخب مصر التايكوندو. اللي حببني في لعبه التايكوندو يعني انا كنت شويه وانا صغير حماسي وعايز انافس وعايز العب، مش مجرد ان انا يعني العب لعبه احاول احقق فيها رقم لوحدي. كنت بلعب سباحه في الاول ما عجبتنيش قوي، لان انا كنت حاسس ان انا مجرد انا بنافس نفسي، محتاج اجيب رقم لنفسي وخلاص، لكن انا كنت بحب ان انا يبقى في كومبيتيتور قدامي او في منافس قدامي. ماشي مع والدتي بختار الالعاب، فكان اللعبه اللي عجبتني جدا هي التايكوندو، حسيت فيها منافسه وفيها يعني شويه كده يعني انا شويه فايتر، يعني بحب ابقى يعني في منافسه وفي ضرب شويه كده، فكان دي يعني اكتر حاجه ربنا كرم انها كانت على قد شخصيتي يعني او زي شخصيتي، والحمد لله مستمر فيها الحمد لله. زي قدرت توفق موضوع ان انا اوفق بين الدراسه والتمرين، هو اكيد مش حاجه سهله تماما وحاجه صعبه جدا، بس هو ربنا كرمني شويه. انا كنت زي ما قلت لك انا كنت في الاكاديميه العربيه لعلوم التكنولوجيا، جامعه سهلت كتير، هي جامعه بتقدر الرياضيين جدا، هي سهلت لي كتير ان انا اقدر مثلا لو عندي بطوله في نفس وقت الامتحانات، طبعا كان بيبقى في مساعده ان الدكتور ممكن ينزل لي في وقت انا يعني فاضي فيه ان هو يديني محاضره تاني، فكان بالنسبه لي ان انا بس مجرد ان انا اعدي خطوه الجامعه بسكور كويس، انا جبت جيد جدا، وفي نفس الوقت ماشي في كاريري ان انا احقق ميداليه لمصر في الاولمبياد، فكنت ماشي في الاثنين الحمد لله، ربنا سهلها يعني الحمد لله، بس هي حاجه مش سهله، بس هو ربنا اللي بارك الحمد لله. اخر بطوله ليا كانت بطوله افريقيا، دوره العاب بطوله افريقيا في رواندا، ربنا كرمني وحققت فيها ميداليه ذهب، دي حاجه بالنسبه لي غاليه قوي. دي اللي بعدها على طول الحمد لله ربنا كرمني وبقيت مصنف رقم 1 في العالم. دور التكنولوجيا في حياتنا، اخر ديفايس استخدمته او اكتر ديفايس بستخدمه يمكن موبايل. اللابتوب مش بستخدمه قوي لان انا بحس ان انا كل حاجه ممكن اعملها على الموبايل، حتى لما كنت في الجامعه وبذاكر كان كل حاجه يمكن بالنسبه لي كانت بتخلص على الموبايل، محاضرات على الموبايل، كل حاجه على الموبايل. اكيد دلوقتي التكنولوجيا بالنسبه لي حتى في رياضتي، يمكن انا بعيد شويه، الرياضه ممكن تكون حد يفتكر انها بعيده عن التكنولوجيا يعني، لا دلوقتي لما باجي مثلا ادرس ماتشاتي، انا بلعب ماتشات، لازم اشوف ايه الحاجات اللي انا يعني عملتها صح والحاجات اللي عملتها غلط في الماتش، بدرس المنافسين بتوعي اللي بيلعبوني بره، لازم بستخدم طبعا الكمبيوتر، بعمل اناليسيس للماتشات، كل ده بيبقى من خلال يا الا الموبايل يا الا اللابتوب، مدربي المسؤول عني هو اللي بيعمل الحاجات دي، فاوفرول يعني طبعا التكنولوجيا حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. لو عندك 3 عروض تختار منهم ايه؟ تبدل حاجه قديمه بحاجه جديده، ولا تقسط، ولا خصم 50%؟ ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده الصراحه. احب ابدل ايه؟ ممكن اللابتوب اكتر، ده حلو جدا، حلو جدا فعلا في الفتره دي بالذات ان احنا داخلين على دراسه، فكل الناس غالبا جامعات او مدارس بيستخدموا دلوقتي الكمبيوتر والتابلتس وكده. موقف ما يتنسيش في الدراسه، يمكن اكتر حاجه في الدراسه بالنسبه لي اللي ما تتنسيش ايام الجامعه، ان انا كنت عاده بروح الجامعه بالليل وهي يعني الدنيا مظلمه، الناس على طول بتروح الصبح وكده، انا بروح الجامعه بالليل بعد تماريني واقعد مع اصحابي في الجامعه يذاكروا لي، فدي كانت بتبقى حاجه شويه يعني غريبه لاي حد، انت دايما بتروح المحاضرات الساعه 8 الصبح وكده، انا كنت بروح بالليل 9 و10 بالليل. موقف في اللعبه مش ممكن تنساه، يمكن اكبر موقف بالنسبه لي او موقف اللي يعني اكيد هيبقى ليه ذكريات في دماغي هو الاولمبياد، لما كنت بلعب في الملعب وكان يمكن وزير الشباب والرياضه من بره قاعد موجود في الملعب، انا اصلا ما كنتش عارف انه في الملعب، نازل الماتش وببص في المدرجات، انت عارف في طوكيو ما كانش فيه جماهير، فبتبص انت سامع صوت صحابك، بيبقى مثلا 5 من صحابك و2 مدربين بره، فانا عارف ال10 اللي معاك، ببص كده برضه عليهم لقيت الوزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي معاهم، الوزير معاك وبيشجعك، فطبعا في الاول الواحد اتخض شويه، اللي هو يعني الناس كلها تتفرج، انت لازم تحقق انجاز فعلا بجد، انت بتعمل حاجه مهمه. بعد كده لما ربنا كرمني وكسبت وسمعت صوته قد ايه بيشجعني، واتفرجت كمان على الفيديوهات اللي الناس كانت مصوراها، فرحت حسيت ان انا فرحت، ولا والانجاز ان انا عامله حاجه لا الناس كلها يعني مهتمه بيها، فده كان من اكتر الحاجات اللي يمكن ما اقدرش انساها يعني. بما ان الكامبين بتاعنا اسمه معاك في حلمك، كلمه ممكن اوجهها لاي حد عايز يحقق حلمه. يمكن انا لما ابتديت تايكوندو في الاول ما كانش حلمي خالص ان انا ابقى رقم 1 في العالم، لا انا كان حلمي العب مع الناس اللي بتلعب هنا في النادي، لكن ربنا كرمني دلوقتي ان انا رقم 1 في العالم، فانت يمكن ساعات حلمك او فكرك بيبقى حاجه كبيره قوي محدش يصدقها، يعني انا لو ابتديت اللعبه وقلت للناس انا عايز ابقى رقم 1 في العالم اكيد محدش هيصدق، اكيد كله هيضحك. لو انت مصدق بحلمك وبتشتغل عليه ربنا هيرزقك بيه، بس لازم تبقى صبور، فهي دي الفكره، رقم 1 ان انت تبقى انت مصدق في حلمك.